فاكرين الفازة البينك دي؟ انا في ازايز بجد بحب شكلها قوي وبقول ان هي يطلع منها فازات حلوه. من ضمنهم الازازه بتاعه الغسول بتاع الايد دي. انتوا طبعا اكيد عارفينها وموجوده عندنا كلنا. جبتها وبعد كده جبت خيط الكردون ده سمكه 6 مللي درجه اللون الكافيه. وبدات اول صف ده انا لزقته بصراحه ورا الكاميرا عشان محتاج ان احنا نحط كميه شمعه بسيطه لان هو ده اللي هيظبط بعد كده الفازه كلها. فعشان كده يعني تكوني بتحطي كميه شمعة بسيطه جدا عشان ما تسيحش. اما اللي في الداخل ما عندناش مشكله ان هو يسيح لان كده كده كنا خدنا اصلا خلاص الشكل. خلصتها كلها بالشكل ده واللي انا عملته قدام عملته كمان في الظهر وكمان عملت الجوانب. وبعد كده بقى هنيجي نقفلها من تحت بالشكل ده. اللي حابب طبعا يضيف فرنشه، حابب يضيف اي حاجه تانية، كل واحد وذوقه، حابب يدخل الوان تاني مفيش اي مشكله. هنخلص الجزء ده كله وهنعمل كمان القاعدة. وبعد كده بقى هنبدأ نطلع على الجزء اللي فوق وهو البوز بتاع الفازة بتاعتنا. انا بصراحة بعد ما عملتها حسيت ان البوز لما طول قوي كده شكله مش احسن حاجة. قولولي برضو رأيكم. يعني انا بفكر ان انا افك كام صف كده واقصرها، بس كانت دي النتيجة.